السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المتتبعين الكرام. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض صابلي بريستيج على شكل اطار. كيجي روعة في المنظر وحتى في المذاق. تقدروا تحضروه في اي مناسبة عندكم ان شاء الله. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تضغطوا على الاشتراك وتفعلوا حتى الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. هنا سرحت العجينه ديال الصابلي وغادي نقطعها بهذا المرشم على قياس لي مونتيف اللي غادي نعمرهم بالشكلاط، وتكون العجينه رقيقه شويه لان مازال غادي ندير وحده على وحده. وهاد العجينه فايته محضراها معكم في الفيديو السابق، وغادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. صافي وغادي نستفها في اللاطه اللي تكون دائما مرشوشه بالدقيق، وغادي ندخلها الفران على نار تكون مهيله. هنا دوبت الشكلاط في حمام مريم وزدت ليه 2 قطرات ديال الزيت، ما نكثروش بزاف باش يعطينا اللمعان، وخليته دفا واحد شويه باش ما يلصقش ليا الشكلاط من نبغي نحيدو. هذا المشكل كيوقعوا فيه بزاف الاخوات وكانوا سولوني. الا بغيتو ما يلصقش لكم ما ديروش الشكلاط وهو مازال سخون. صافي وغادي نعمر فراغات كاملين وغادي ندخلهم المجمد تقريبا واحد 10 دقائق. هنا خرج الصابلي من الفران وغادي نزينه بالشكلاط. ودائما انا كنسق بالجليكوز والناباج على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نكمل جميع حبات اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله. دابا غادي نلصق صابلي وحده مع وحده بخليط الجليكوز اللي خلطت معاه واحد شويه ديال الروح ديال القهوه وسخنتهم في حمام مريم. صافي نحطو غير شويه في الوسط ما نكثروش باش ما يخرجش لينا على الجوانب. وهذا الروح القهوه كتواتى بزاف مع الشكلاط الاسود، كتجي لذيذه بزاف. صافي ومن بعد غادي نعمرهم من الوسط. ودابا غادي ندوزو المقادير ديال العجينه ديال الشكلاط اللي غادي نحضر معكم. هنا عندي في المقادير 100 غرام ديال الشكلاط ابيض قاله دائما، وعندي نص الكميه ديال الجليكوز يعني 50 غرام. هنا غادي ندير عجينه الشكلاط ما غنحتاجش بزاف غير للتزيين الوريدات. وهذا هو الجليكوز اللي سولتني عليه الاخت من ليبيا، سميتها ميمي. صافي ودابا غنديرهم في حمام مريم حتى يذوبوا. هنا من ذوبت الشكلاط غادي نخلطو مع الجليكوز، غنخلطهم مزيان. هنا انا ما زدتش لا جيلاتين ولا سكر كلاصي، يعني 2 ديال المواد صافي كتجي عجينه زوينه بزاف. وهنا ما تخافوش منه لا تلق لكم الزيت،
ديما الشوكولاط الابيض تيطلق الزيت عكس الشوكولاط الاسود. صافي انا هنا غادي نصفيه من داك الزيت اللي خرج، وغادي نعجنو شويه بيديا محدها سخونه. وهنا تقدروا تلونوها قبل ما تبرد. صافي وغادي نديرها في البلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح في الثلاجه تقريبا واحد 4 سوايع. هنا خرجتها من الثلاجه كما كتشوفوا قاصحه بزاف. غادي ندلكوها مزيان. يعني هنا كتحتاج واحد شويه ديال المجهود باش غادي ترجع لينا عجينه تكون عجينه تقريبا رطبه وملسه. بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي ندوزو للتزيين. غادي هنايا خلطت الجليكوز مع الروح ديال الخوخ، وغادي نعمر ديك الفراغات كاملين. صافي هنا غناخد شويه من العجينه ديال الشوكولاط اللي حضرنا، وغنديرها في الوريضه ديال السيليكون، وغادي نضغط عليها مزيان حتى تطبع لينا على شكل ورده كما كتشوفوا. صافي وغادي نلصقها في صابلي. هاد العجينه ديال الشوكولاط كتجي زوينه بزاف ولذيذه، تقدروا تغلفوا بها حتى الطورطات وديروها في بلاصه الشوكولاط في الصيف، يعني في ايام ديال الحال سخون يعني ما كتذوبش. صافي انا غادي نكمل التزيين ونتلاقاو في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال صابلي بريستيج. سهل في التحضير وكيستحق التجربة. وشكرا لكم بزاف على المشاهدة وحتى المشاركة، وإلى فيديو جديد إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.